ولا ايه؟ ممكن انا كلكم هفضحكم. دول 2 يعرفوا بعض كويس، واحد جاي يعلي على التاني بطبخة هو بيحبها أو مشهور بيها وما يعرفش إنه موجود وبيتفرج عليه، وده ما تيجي علي عليك. ازيكم يا جماعه؟ انا رانيا، النهارده جايه اعلمكم طريقه عمل البسله والرز. جابت الجرأة دي منين؟ جاي اعلمكم رز وبسله. انا اول مره هعمل بسله. لا ثانيه واحده، وانتوا فاكريني بعرف اعملها؟ طب اقول لك على حاجه اكتر، انا اول مره اعمل خضار. لو احنا هندوق بقى الكارثه اللي ناوي تعملها دي. بصراحه يا جماعه انا بخش المطبخ واحنا بنشطب وكده، المطبخ كان بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، خد اكتر وقت، ما بنعتبوش يعني، هو انضف حته في البيت. دي اكتر اكله يوسف بيحبها، وانا هثبت له النهارده ان انا قد ايه بعرف اعملها كويس قوي. رز وبسله جابتها منين؟ لا يعني بحب الرز والبسله، مش اكتر اكله بحبها. هي راحت فين؟ الست الشاطره بتغسل الرز. يا ريتني ما غسلته. جايبه الثقه دي منين؟ هو ده بيشتغل ازاي؟ اصل انت لازم تديني معلومه كامله. حكيت لكم ايه على قصه الرز ولا لا؟ اول مره اسخن فيها رز، بس كنت متجوزه بقالي اسبوعين. حماتي حبيبه قلبي عامله لي رز جاهز، يعني انا هسخنه بس، مفيش اسهل من كده في الحياه. قالت لي حطي فنجان قهوه، لازم تدوني معلومه كامله. فانا زي الشاطره زي الذكيه عملت كوبايه قهوه محترمه. بليز نوت، ولا انا ولا يوسف بنشرب قهوه. ورحت مدخله طبق الرز الميكرويف وجنبه كوبايه القهوه، عشان محدش يفتكر ان انا هحط القهوه على الرز. انا الاي كيو بتاعي اعلى من كده بكتير. والاتنين بيلفوا جنب بعض في الميكرويف. بيونسوا بعض بقى. كمان الاي كيو بتاعها ما جابهاش ان هو هل كل ست في الدنيا وكل حد بيطبخ في الدنيا كل ما بيجي يعمل رز بيعمل جنبه قهوه؟ الحقونا دلوقتي بقى هنعمل الرز الحقيقي. لو فريق العمل نتعشم منه بعد التصوير ياكل اكله حلوه، اطلبوا دليفري. دقيقه افتح البوتاجاز، دقيقه ابوظ البوتاجاز، الزبده بتتحرق. يا نهار اسود. مسكتها نفسها للمغرفه والمصفى ان هي ما فيش. طملت يا بسيوني. في حاجه غلط انا مش عارفه ايه هي، بس هتدوق احلى رز في حياتك والله العظيم. تحفه. من قريب جبت رز من بره، اول مره يوسف يقول لي رزك احلى. انا قلت كده. رانيا في وسط الكلام وهي بتتكلم بتزيق كتير، بتعمل عايزه اقول لكم على حاجه ثانيه. شفت؟ انا متجوزه بقالي سنه ونص، غيرت الانبوبه مره واحده. كل البيوت اللي حوالينا بتطلب انابيب، واللي بيطلب 2 واللي عنده سبير وبتاع. احنا عندنا لسه نفس الانبوبه من ساعه ما اتجوزنا. انا خايفه اموت على الرز ده هيتحرق حالا. انا والله قلت لكم دي مش بتاع الطبخ. انا هقول لك انا كان فكرتي ايه. فكرتك ايه يا رانيا؟ انت ما عندكيش فكره. ان انا ما اخش المطبخ هعرف اطبخ. اللي هو الطبخ ده ايه يا جماعه؟ ده سهل جدا. رانيا قبل الجواز كانت بتقول لي انا بعمل لازانيا، بعمل مكرونه بشاميل، الكلام ده ما حضرش. انا قلبته كتير قوي، انا حاسه ان انا بعمل حاجه غلط، مش مرتاحه. مذبذبه، احط ميه وخلاص. انا هحط هنا ميه وخلاص بقى. ده اللي بيحصل فيا. اللي هو خلاص بقى عمر ده ياكل اي حاجه تتغرف له. تمام. مزيكا. على الهكس ده هو اللي بيصبرني على اكلها، على الاقل والله العظيم لذيذه يعني. بصوا بقى الهاك دي التحفه دي. كده لقيت نص الجردل ده بره. دي ميه مغليه تمام. هنجيب المرقه وهندوبها. مشكله المطبخ والطبيخ ايه بقى يا جماعه؟ البهوقه دي لازم تكوني بتطبخي وبتلمي في نفس الوقت. هي دي بقى الحاجات اللي انا بستصعبها. يطبخ يلم. بتقلب وحش، انت فاهم؟ بتقلب وحش. احتمال الرز ده ما يطلعش حلو قوي، بس المره الجايه. عايز اروح. يحششني. مش هنقول الكلام ده. اعمل اللي انا عارفاها ماشي. لازم تغطي الرز، تسيبي مسافه ما بين الرز والميه كده حبه بسيطه. خلاص كده هيبقى تحفه تحفه تحفه. الست الشاطره. الست الشاطره هي اللي تحط نقطه زيت على الرز عشان يبقى مفلفل. حد فيكم بيعمل كده في بيته؟ هنجيب البصله. اتصورت حلقات تانية قبل كده كان في حاجه بالرضاءه دي. مين خد السكينه؟ مش مشكله، الست الشاطره بتعرف تتصرف. جايبه ساطور عشان تقطع بيها الزبده. ساطور. يا نهار اسود. دي سخنه موت البتاع كده هتتلسع. اتوترت. الرز احنا المفروض على فكره نغطي الرز. احتاست والله يا جماعه. ساعات بتعمل اكل احسن من كده، حطاني في نص هدومي. اشوح البسله صح؟ يلا. هتعمل بسله من غير جزر. الهاك رقم 4. وانتوا بتقلبوا الرز لما يكون الميه اتشربت بالشوكه. تحفه تحفه. مراتي. عصير الطماطم والله العظيم ريحتها انتوا مش فاهمين، كلكم هتموتوا وتاكلوا. قلقانه على الرز.
شايف التعجينه اللي في قلب المعلقه؟ الرز من هنا باين انه معجن، بس انا قشطه، انا بحبه معجن برضه. بحب الرز لو معجن وبحب ورق العنب لو مهري، عشان لو في حلقه تانية فيها ورق عنب وهاتوني بدل العبث ده. هتعمل كل مره لذيذ موت. نفس العكس. الهاك اللي انا بقول لكم عليها السكر. 1 2 توم صحيح. الست الشاطره تحط التومه صحيحه، دي الهاك السادسه. اعملي زي مره جربت اعمل بانكيكس في الاير فراير، يوسف افتكرها حواوشي. فرق الزبده كله لزق في بعضه والنوتيلا من جوه كانت باينه ان هي لحمه مفرومه. زي الفل يا جرمين، واللي كلامك حط صبعك الكبير في عينيك. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى حاجه دقتها في حياتي، تحفه. تip كده للرجاله، يعني الاكل حتى لو مش حلو كل عيش. دي حاجه من الحاجات اللي الناس اللي لسه متجوزه جديد لو هي بتهجس في الطبيخ، انت محتاج تهجس في الراي، محتاج تقول ان الاكل حلو من قبل ما تبتدي. لو ما عملتش كده هيبقى في خناقه ما بعد الاكل. هو بصراحه ما بيكسفنيش، يعني هقول لك تعرفي منين؟ الست الشاطره لما ما يخلصش الطبق صح، هنا تعرفي الاكله دي مش تمام. المهم ان انا عملت واجتهدت. بالظبط، تقدير مهم. يلا بينا. احنا هندوق دلوقتي، انا خايف. بسرعه معانا يا رب. طب احنا موقفين يا جماعه، الرز ما يتاكلش. هتدوق احلى رز في حياتك. لا هو مستحيل يتاكل. لذيذ موت. هو طوب والله العظيم تحفه. بسله وحياه ربنا حلوه، بس الرز تحفه تحفه. على فكره انت السبب، انت حاطه لي كم رز مش طبيعي. هتشيل حد لازم يبقى فيه شماعه. انا مصدومه. طب ممكن اوف كاميرا اعمل لكم رز يعني كوبايه نجرب؟ انت جايبه لي كميه مهوله. ده كيس رز يا نهار اسود. ده كتير موت. ماشي يا نور، ماشي يا نور. سو ستريس. استنوا بقى، الست الشاطره هي اللي تنضف وراها. خليها تغرف بقى عشان انا محتاج اطلع. اللحظه المنتظره يا جماعه، هنغرف. نسيت اقول لكم حاجه. ايه اللي حصل فيه؟ ايه بقى؟ البرزنتيشن اهم من التيست. تخيلوا بقى. نصابه كبيره طبعا. بخطب يعني. لا بس انا مفهماها ان انا في تصوير معجون سنان. طب يلا بينا نروح ندوق. انا والله في الاول كنت بسخن بس. استني هفتكر لك. الست الشاطره. انت سامع الحلقه كلها؟ ده في كارثه. والله العظيم الرز باين انه معجن في المعلقه. انت كنت عارف ان انا مش في تصوير؟ استني بس مره. لا انا لسه مصدومه لحد دلوقتي. مفيش جزر؟ لا مفيش جزر، في طماطم. في طماطم مع البسله؟ دوق البسله لوحدها الاول بعدين مع الرز. لا انجز. والله العظيم حلوه. والله وحشه جدا. لا ليه يا يوسف؟ ليه يا يوسف ليه؟ دقتيها؟ والله دقتها هيك. تحس انك واكلها من الكيس، طعم الخضره. لا والله العظيم يا لا. راجل، يعني هي حلوه يا حبيبتي كل حاجه. يعني ايه طعم الخضره؟ ما هي خضار والله. تسلم ايدك والله، بس مش حلوه. امال لو كلتها مع الرز؟ انا والله العظيم انا مصدقه نفسي. وانا كمان. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا الاعداد بيكلمني بيقول لي هتطبخ لك وبتاع، فقلت هنيجي نتغدى وبتاع. بيقول لي هتعمل لك رز وبسله. ما هم قالوا لي اكتر اكله انت بتحبها. لا ما تقولش انت مش بتحبها. فاكر اقول حاجه؟ طبعا انت قلتي كل حاجه. عندنا انبوبه واحده، فهو المفروض كانت خلصت ونملاها اول مره في التاريخ، فاللي هو احنا مبسوطين قوي ان هي خلصت. لا دوق الرز. طب يا جماعه ممكن تتكلم؟ لا انت مش قلت لي ما تقولش ان الاكل وحش؟ اكدب يا يوسف. اقول الحقيقه بقى ولا ايه؟ قولي كل حاجه. انت لبستني على فكره، انت اللي لبستني. نور فين نور برضو؟ انا كلكم هفضحكم. لازم يبقى في شماعه لاي حاجه خيشت في الاكل. لو عملتي مثلا عزومه عزمتي اهلي واهلك يبقى منظرنا ايه يوميها؟ لا ما الست الشاطره بقى هتطلع. الاكل من وجهه نظري البسله 9 من 10، الرز المره دي بس 3 من 10. 3 ريتنج اول ان اول رز وبسله نيجاتيف 8. يعني ده الاكل حتى لو مش حلو كل عيش. مش حلوه والله وحشه جدا. لو هي بتهجس في الطبيخ انت محتاج تهجس في الراي. اكدب يا يوسف. لا باشا والله. حصريا دلوقتي والفتره محدوده، والحمد لله انها محدوده. اوحش رز وبسله تقدر تاكلهم من ايد مراتي حبيبتي رانيا. لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تعالوا زرار الجرس واتفرجوا على الحلقات اللي فاتت كلها واللي جايه، ويعملوا فولو لمين. ما حدش ياكل الرز. انا عايزه اكل الصراحه.